السلام عليكم حبايبنا وطلابنا في كل مكان، حبايبنا وطلابنا في كل بيت. اخوكم احمد المصري جاي لك النهارده عشان يشرح لك الدرس الاول في الوحده الثانيه، احوال مصر بعد الفتح الاسلامي لحبايبنا تانية اعدادي، زي ما طلبوا منا الاهالي وزي ما طلبوا منا اولياء الامور. والله ينزل لكم من فوق من ثانوي عام يا صديقي علشان اجي لك مخصوص يا قلب اخوك والله، واقول لك على كل مفاتيح الدرس، احوال مصر بعد الفتح الاسلامي ليها بامر المولى. ركز معايا علشان في الدرس ده هتلاقي كل التفاصيل اللي انت عاوز تعرفها عن الدرس. صل على النبي ويلا بينا وقول يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. النقطة الأولانية بيقول لك خرج الجيش بقيادة عمرو بن العاص. بص بيقول لك هنا ايه؟ خرج الجيش بقيادة عمرو بن العاص لفتح مصر منين؟ انت عندك خط سير الحملة. اول ما عمرو بن العاص، طبعا عمرو بن العاص كان شغال عند الخليفة عمر بن الخطاب، اول ما عمرو بن العاص قال يلا بينا هنفتح مصر، طلع من مدينة اسمها قيصرية. طلع من مدينة اسمها ايه؟ قيصرية. مدينة قيصرية دي فين يا مستر احمد؟ قيصرية في مدينة موجودة في فلسطين. ما تاخد بالك بقى من حاجة عشان تبقى انت عارف، انت عندك مدينة قيصرية، مدينة ايه؟ قيصرية. بعد مدينة قيصرية انت عندك العريش، بعد العريش انت عندك مدينة اسمها الفرمة، بعد الفرمة انت عندك مدينة اسمها بلبيس، بعد بلبيس يا اخويا عندك مدينة اسمها عين شمس، بعد مدينة عين شمس عندك ام دنين، بعد مدينة ام دنين عندك القاهرة. القاهرة دي اللي فيها ايه؟ اللي فيها حصن اسمه حصن بابليون. انت عندك قيصرية، العريش، الفرمة، بلبيس، بعد كده عين شمس، بعد كده ام دنين، بعد كده حصن بابليون، واخر حاجه خالص الاسكندريه. لما عملوا معاهم صلح يبقى انت عندك الترتيب، طلع من مدينه قيصريه في فلسطين للعريش للفرمه لبلبيس لعين شمس لام دنين لحصن بابليون، واخر حاجه الاسكندريه. يبقى هنا لو قال لك طلع منين؟ طلع من مدينه قيصريه. طيب اتنين، بيقول لك نجح جيش المسلمين في فتح المدن المصريه من ايه شرقا وحتى ايه غربا؟ حبيب قلبي من العريش شرقا حتى ايه يا مستر غربا؟ حتى الاسكندريه. ما تخافش بقى انت من الموضوع ده. يبقى انت عندك يا مستر احمد بيقول لك ايه شرقا، واحنا اتحركوا منين؟ واتحركوا من الشرق. بقى من الشرق يعني مدينه العريش في مصر. او بص، نجح في فتح المدن المصريه. المدن المصريه عريش. بص العريش دي موجوده فين يا مستر احمد؟ لو انت رسمت دي كده ورسمت ده نهر النيل، العريش اهي على الحدود ما بيننا وما بين فلسطين، دي مدينه العريش دي في الشرق. وهنا يا مستر احمد مدينه الاسكندريه، دي فين دي يا مستر احمد؟ دي في الغرب يا قلب اخوك. يبقى انت لو هنا جالك قال لك خرج الجيش بقياده عمرو بن العاص لفتح مصر من فين؟ من مدينه قيصريه. اتنين، خرج جيش المسلمين فتح المدن من العريش شرقا حتى الاسكندريه غربا. ثلاثه، نص صلح الاسكندريه على بقاء اليهود في مدينه ايه؟ علشان تاخد بالك بس من الحته دي، اليهود كان لهم مصالح كتير في اسكندريه، فلما جو عملوا الصلح قال لك بقاء اليهود في مدينه ايه؟ قول له في مدينه الاسكندريه. ما كانوش راضيين يمشوا من اسكندريه، علشان كده كانوا زمان بيقولوا لعبه حلوه قوي، يقول لك ايه؟ يهود اسكندريه تماثيل ما بتتحركش. يعني ايه يهود اسكندريه تماثيل ما بتتحركش؟ ما بيمشوش من مكانهم. اليهود بتوع كانوا قاعدين في اسكندريه، كان لهم مصالح وشغل وبتاع، قال لك لا احنا مش هنمشي من اسكندريه، احنا هنقعد هناك. عشان كده من نصوص الصلح اللي اتعمل هو بقاء مين يا مستر احمد؟ بقاء اليهود في مدينة الأسكندرية. طيب السؤال الرابع بيقول لك كانت مصر قبل الفتح الإسلامي لها ولاية إيه؟ هو مصر قبل ما يخش لها عمرو بن العاص وعمر بن الخطاب كانت ولاية إيه؟ كانت ولاية رومانية. رومانية يعني إيه يا قلب أخوك؟ رومانية ديت يعني بيزنطية. يعني إيه؟ بيزنطية. يبقى ممكن تقول لك ولاية رومانية وممكن تقول بيزنطية، ممكن نقول عليها رومانية وممكن نقول عليها بيزنطية. طيب السؤال رقم كام؟ رقم 5. كان الخلفاء في العصر العباسي الأول يعينون الولاية لحكم مصر من إيه؟ العصر العباسي عشان تبقى أنت فاهم، عشان ما تتوهش مني. بص يا صديقي الصدوق، بص يا صديقي الصدوق، بص يا صديقي الصدوق، والنبي حلوه اللعبة دي. بص يلا، بص يلا، بص يلا. طيب بص لا مؤاخذة يا جماعة أنا آسف. طيب بص يا شباب عشان تبقى أنت بس مركز معايا. لو هنا جالك قال لك هنا كان الخلفاء في العصر العباسي الاول يعينون الولاة من ايه؟ هو انت عندك الولاة 3 انواع، انت عندك العرب وعندك الفرس وعندك كمان حاجه اسمها الاتراك. عندك العرب وعندك الفرس وعندك حاجه اسمها الايه؟ الاتراك. طب يا مستر احمد العرب دول كانوا فين وفين؟ العرب دول يا صديقي 3 كانوا بيعينوا الولاة عرب، يعني الحاكم مصر عربي. كانوا مين يا مستر احمد؟ كانت الخلفاء الراشدين اللي هي الخلافه الراشده،
وكانت كمان الدولة الأموية، وكمان يا مستر أحمد أنت عندك العصر العباسي الأول، أو العصر الإيه يا عم بقى؟ العصر أنت معاق ولا إيه؟ العصر العباسي الأول، العصر العباسي الإيه؟ الأول. يبقى أنت عندك الخلفاء الراشدين، أنا مش عارف بمسح ليه، لسه مش واخدين على السبور قوي. الخلفاء الايه الراشدين، والدوله الامويه، والعصر العباسي الاول. الثلاثه دول يا حبايب قلب اخوك هم اللي كان فيهم ايه؟ هم يا صديقي اللي كان، انا هنا اهو، انا هنا اهو، التليفون بس، التليفون وعمايله. طيب ايه اللي حصل يا مستر؟ اسف يا جماعه على التليفون. الثلاثه دول كانوا بيعينوا الولاه بتوعهم جنسيتهم ايه؟ عرب. طيب نيجي بقى امتى فرس وامتى اتراك؟ في العصر العباسي الثاني، في الفتره العباسيه الثانيه، او العصر العباسي الثاني اللي بدا الملوك العباسيين او الخلفاء العباسيين يبقوا خلفاء ضعاف، ساعتها بس قرروا ان هم اللي هيتعين يبقى من الفرس او من الاتراك. طيب هنا بيقول لك كان الخلفاء في العصر العباسي الاول يعينون الولاة لحكم مصر من ايه؟ هتقول له من العرب، طالما قال لك عصر عباسي اول. لكن هنا لو قال لك عصر عباسي ثاني قول له يا فرس يا اما اتراك. السؤال هنا بيقول لك يبدا عصر الولاة في مصر بعد ايه؟ عصر الولاة بدا يعني امتى مصر بقى ليها والي؟ كلمه والي دي كلمه اسلاميه اصلا. امتى مصر بقى ليها والي؟ بعد الفتح الاسلامي على طول، مش محتاجه يعني. يبقى يبدا عصر الولاة في مصر بعد الفتح الاسلامي، بعد الفتح الايه؟ الاسلامي ليها. طيب السؤال رقم 7 بيقول لك يشمل عصر الولاة بمصر الخلافه الراشده والخلافه الايه؟ مش لسه قايل لك الخلافه الراشده والدوله الامويه وكمان الخلافه العباسيه. يبقى الخلافه الراشده والخلافه الامويه والخلافه العباسيه. كل دول يا مستر احمد رقم 7. 8 قام القضاء في مصر بعد فتح العرب على اساس ايه؟ على اساس الشريعه الاسلاميه. القضاء كانوا بيقول لك على اساس الشريعه الايه؟ الاسلاميه. خد بالك من حاجه، القضاء في مصر عشان تبقى انت فاهم الحته دي، القضاء في مصر لما كان موجود عند العرب كان القضاء في مصر بيتم تعيينه او بيتم الحكم فيه بالشريعه الاسلاميه. هو الدين قال ايه؟ قال لك من سرق يقطع ايده، خلاص نقطع ايده. من زنى وهو بيتجوز مش عارف ايه يترجم مش عارف حتى الموت. فكان ده القضاء. يبقى كان القضاء في مصر بعد الفتح الاسلامي على اساس ايه؟ هتقول له على اساس الشريعه الاسلاميه. طيب رقم 9 كانت مجالس القضاء بمصر بعد الفتح الاسلامي تعقد عادة فين؟ فين مجالس القضاء في مصر كان او كانت بمجالس القضاء بمصر بعد الفتح الاسلامي تعقد فين؟ تعقد يا مستر احمد في دار القضاء او دار المحكمه. فين يا مستر احمد؟ في مدينه الفسطاط. نرجع لمرجوعنا، قفلت التليفون خالص عشان خاطر عيون كتاكيتي. بص يا عم السؤال هنا يا جدعان، خلونا نشرح للناس يا جدعان، الناس اللي بتتصل ما التليفون معايا انا، خلونا نشرح للعيال. طيب 9 كانت مجالس القضاء في مصر اهو، تعال نشوف هنا كده يا رب يكون باين. بص اهو هنا يقول لك ايه؟ كان مجالس القضاء في مصر بعد الفتح الاسلامي تعقد عادة. هتقول له في دار القضاء يعني في مدينه الفسطاط، يعني في جامع عمرو بن العاص، في جامع عمرو بن الايه؟ العاص. اللي بناه فين؟ اللي بناه في مدينه الفسطاط. نيجي الرقم 10 اصبحت مدينه العسكر عاصمه جديده لمصر في عصر الدوله الامويه. يلا اللي بعده، مدينة العسكر أصبحت عاصمة جديدة لمصر في عصر الدولة الأموية. 11 شيد عمرو بن العاص في مصر مدينة إيه ومدينة إيه؟ هتقول مدينة الفسطاط ومدينة الجيزة. ومدينة الإيه؟ الجيزة. عمل الفسطاط وعمل الجيزة. الجيزة بنت اللذيذة. والله ينفع عين شمس بس مش هينفع عشان هي فرعونية. طيب قول اللي وراها صح وغلط. بيقول لك بدأ التفكير في نشر الإسلام بمصر منذ عهد الرسول، صح ولا غلط؟ هو مش أول واحد يلا فكر يفتح مصر كان الرسول صلى الله عليه وسلم. لما الرسول بعت رسالة للمقوقس يقول له إني أريد أن أعرض عليك الإسلام، والمقوقس ساعتها قال له والله مش هقدر لأن أنا تابع للإمبراطور الروماني اللي كان اسمه هرقل. فأول واحد فكر في الإسلام هو الرسول، صح. 2 رفض الخليفة عمر بن الخطاب فكرة فتح مصر؟ لا طبعا غلط، اللي عمرو بن الخطاب ما رفضش، ده رحب بيها. 3 نجح جيش المسلمين في فتح المدن المصرية من العريش حتى الإسكندرية؟ صح. السؤال اللي بعده رقم 4 نص صلح الإسكندرية على ألا يعود الروم لمصر ثانية أو يحاولوا استردادها؟
صح، اوف كورس يا بيبي. طيب عانت مصر من الاضطهاد الديني قبل الفتح الاسلامي ليها؟ صح، اوف كورس يا بيبي. عارف يعني ايه عانت مصر من الاضطهاد الديني؟ يعني كان المصريين بيعانوا من الاضطهاد الديني، كان الرومان بيعاملونا معامله وحشه. وكانوا اي حد بيحب ان هو يخش في الاسلام كانوا بيعملوا ايه يا مستر احمد؟ كانوا بيعذبوه. طيب السؤال رقم 6، نعمت مصر بالاستقرار والامن في عصر الولاة؟ اكيد طبعا صح. السؤال اللي بعده، كان الولاة في مصر خلال العصر العباسي الثاني يتم تغييرهم بعد مدة طويلة؟ غلط طبعا. ليه؟ لأن في العصر العباسي الثاني كان الولاة بيتغيروا في مدة قصيرة جدا علشان ما ينفردوش بالحكم، ما يطمعوش بالحكم. طيب رقم 8، كان من حق غير المسلمين في مصر خلال عصر الولاة الاحتكام إلى قاضي مسلم إذا أرادوا ذلك؟ طبعا يا بيبي. يعني إيه يا قلبي؟ كان من حق غير المسلمين يعني لو أنت مسيحي، لو أنت يهودي، لو أنت كافر، حلو، كان كل واحد له قاضي. لما يقول لك ايه، لا انا مش عاوز القاضي بتاع المسيحيه هو اللي يحكم علي، انا عاوز القاضي المسلم هو اللي يحكم علي، ساعتها تقول ايه؟ لو قال لك كان من حق غير المسلمين، لو ما انا قلت لك اليهود، ان هم يلجأوا في عصر الولاة الى الاحتكام لقاضي مسلم، هو القاضي المسلم ده اللي يحكم عليا، يبقى عادي يحكم براحته اذا ارادوا ذلك. ايوه الاجابه صح. السؤال اللي بعده، كان من مهام القاضي تنفيذ العقوبات في مصر خلال عصر الولاة؟ طبعا لا، لان مش القاضي هو اللي كان بينفذ، اللي كان بينفذ هو كان صاحب الشرطة، كان صاحب الشرطة. عارف بيقول لك ايه؟ بيقول لك القاضي بيقول الحكم وصاحب الشرطة هو اللي ينفذ العقوبة. طيب السؤال رقم 10، قامت مصر بنهضة علمية عظيمة وكانت دعمتها الدين الإسلامي واللغة العربية؟ طبعا صح. السؤال اللي بعده رقم 11، نص صلح الإسكندرية على عقد هدنة مدتها 11 سنة. بص غفلك هنا بقى، انت اول ما تسمع 11 يلا اختار صح. ما هو من شروط صلح الاسكندريه ان هو يبقى ايه؟ يبقى الشروط 11 شهر. لا يا صديقي والله، انت هنا كاتب لك 11 سنه. انت اول ما بتسمع كلمه 11 شهر تقول بس هي دي. لا مش هي دي يا صاحبي، ده هنا بيقول لك 11 سنه. 11 سنه غلط، هو المفروض 11 ايه؟ 11 شهر. السؤال اللي بعده، اختر تم الفتح الاسلامي لمصر في عهد الخليفه؟ السؤال بيبي ده مش يعني قوله انت يا عم. فتحنا مصر في عهد الخليفه مين؟ عمر بن الخطاب. اللي بعده، 2، وصل عمرو بن العاص في فتح المدن المصريه حد مدينه ايه غربا؟ غربا يبقى الاسكندريه ما دام غربا. طيب كان الخلفاء الراشدين يعينون الولاء من ايه لحكم مصر؟ الخلفاء الراشدين والدولة الأموية والعصر العباسي الأول، الثلاثة دول كانوا بيعينوا منين؟ من الفرس والأجانب ولا من العرب؟ لا يا صديقي، كانوا بيعينوا من العرب. طيب السؤال رقم 4، مقر إقامة الوالي في مصر خلال عصر الولاية كانت مدينة إيه؟ الفسطاط. مش هقول لك كتير، مدينة الفسطاط اللي بناها عمرو بن العاص هي دي المكان اللي كان بيقعد فيها الوالي في مصر. طيب السؤال رقم 5، أحد النظم الإدارية الذي وضعها العرب في مصر بعد الفتح. النظم الإدارية يا مستر أحمد اللي العرب وضعها في مصر بعد الفتح؟ نظام الوالي. حلو يا عم الكلام؟ حلو. اللي بعده، السؤال اللي بعده رقم 6، بيقول لك أنشأ الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان دار لصناعة الزخرف في مدينة إيه يابا؟ في مدينة عكا. إشمعنى عكا يا صديقي؟ لأن عكا كانت موقعها الجغرافي المتميز على سواحل الشرقية للبحر المتوسط في بلاد الشام. خد معلومة كده، حد يخد حد بالمعلومة كده. انت أنشأ الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان دار لصناعة الزخرف في مدينة إيه؟ عكا يا صاحبي، عكا وانت مغمض. السؤال رقم 7، أعاد عمرو بن العاص حفر القناة التي كانت تربط بين نهر النيل والبحر الايه؟ صاحبي انت عندك القناة دي، ده البحر الأحمر ماشي، وده البحر المتوسط مشيها متوسط، وده نهر النيل مشي نهر النيل. القناة اللي كانت اسمها خليج أمير المؤمنين، اللي كانت اسمها في البداية خليج درجان، بعد كده عمرو بن العاص حفرها من تاني. كانت القناة دي بتربط بين ايه وبين ايه؟ فتح كده فتحة في البحر الأحمر، وصل كده نهر النيل، فأصبح السفينة تمشي تخش البحر الأحمر، تمشي من القناة تلاقي نفسها في نهر النيل، تمشي من نهر النيل تلاقي نفسها في البحر المتوسط. يبقى كانت تربط بين نهر النيل والبحر الايه؟ الأحمر. طب ليه يا مستر أحمد في السؤال ده انت ما قلتليش بحر متوسط؟ لأن السؤال بيقول لك ربطت بين ايه؟ ربطت بين نهر النيل والبحر الايه؟
طب يا مستر ما قلتليش ليه بحر متوسط؟ اقول لك بقى، لان اصلا نهر النيل متصل بالبحر المتوسط، مش نهر النيل بيصب في البحر المتوسط. فهمت؟ فكده كده النيل اصلا مرتبط بالبحر المتوسط، كده كده بيصب في الشمال في الدلتا في النهر في البحر الايه المتوسط. نهر النيل متصل بالبحر المتوسط اصلا. هنا بقى بيقول لك تربط بين نهر النيل والبحر الايه، احنا عاوزين بحر غير بتربط بينه غير البحر الايه المتوسط، فهتقول له البحر الاحمر. حلو الكلام. طيب السؤال اللي بعده رقم 8 بيقول لك ساعد خليج امير المؤمنين على ربط مصر وبلاد طبعا الحجاز، علشان الحجاز يا صديقي هي الدوله السعوديه، او الحجاز اللي كانت الحجاز ومعين والحجاز وكمان ايه يا رب استنى اقول لك يعني الحجاز وعسير وفي السعوديه عند الجبال كده، هم دول كانوا فيها ممر طرق بيركبوا منه السفن من عند البحر الأحمر يمشوا يوصلوا لمصر. يبقى ربطت خليج أمير المؤمنين مصر وبلاد الإيه؟ الحجاز، مش الشام مش النوبة مش العراق. طيب السؤال اللي بعده رقم 9 أصبحت مصر مركزا لنشر العلم والثقافة في القرن الكام؟ الثاني الهجري. أول ما تلمح بيقول لك أصبحت مصر مركز لنشر العلم والثقافة، اختار الثاني الهجري وأنت مغمض. السؤال اللي بعده رقم 10 بيقول لك إيه؟ أنشأ العرب المسلمون عديدا من المدن في مصر، أهمها مدينة إيه؟ والله يا صاحبي ما فيش غير مدينة الفسطاط، هي من أهم المدن اللي عملها الصراحة عمرو بن العاص. السؤال اللي بعده بيقول لك صوب. أول المدن المصرية التي فتحها عمرو بن العاص هي مدينة إيه؟ مدينة العريش مش الإسكندرية. طيب السؤال اللي بعده نص صلح الاسكندريه على ترحيل الحاميه الرومانيه من مصر عن طريق البر؟ لا، عن طريق البحر. حلو. طيب السؤال اللي بعده استمر تعيين الولاة، ركز في الحته دي، استمر تعيين الولاة في مصر من العرب حتى العصر العباسي الثاني. لو قال لك من العرب انا قلت لك عباسي ثاني ولا عباسي اول؟ لا، من العصر العباسي الاول. طيب بيقول لك كان عمرو بن العاص والي مصر يقوم في دار الحكمة؟ لا مش في دار الحكمة، في دار الولاة أو دار الوالي، اسمها دار الولاة. تمام. فين؟ في مدينة الفسطاط. دار الوالي أو دار الحاكم فين؟ في مدينة الفسطاط. طيب رقم 5 بدأ تعيين الولاة في مصر في العصر العباسي الثاني من الفرس والروم؟ لا مش الروم، من الفرس والأتراك التركيين. يوعدنا يا رب. طيب 6 كان الوالي يقوم بتعيين القاضي في مصر؟ لا، الوالي ما كانش بيعين القاضي، اللي كان بيعين القاضي في مصر هو الخليفة. هو الايه؟ الخليفة. طيب 7 بيقول لك ازدهرت صناعة السفن الحربية في عصر الدولة العباسية؟ لا، في عصر الدولة الأموية بسبب الخليفة معاوية بن أبي سفيان. كانت الثياب المصرية قبل الفتح الإسلامي لها مزينه بالطراز الفارسي؟ لا مش الفارسي، امال الطراز الايه؟ الروماني او الطراز البيزنطي، كانوا بيلبسوا زي ما الرومان كانوا بيلبسوا، الطراز الروماني او الطراز البيزنطي. طيب السؤال رقم 9 ركز بقى كده معايا. ظلت الفسطاط عاصمه لمصر طوال عصر الخلفاء الراشدين والخلافه الامويه. صعبه صديقي؟ لا. طيب احنا كده حلنا ايه يا مستر؟ تعالى يلا يا اخويا شوف، يا ساتر يا رب. ها كل ده اتحل معاك بالنسبه لك؟ يا رب تكون انت فهمته. تمام. او بدأ التفكير مش عارف ايه في ايه في ايه في ايه في ايه، فانت كل الكلام ده بالنسبه لك المفروض ان هو سهل، ما تتعبش نفسك. خش على السؤال بتاع لمن تنسب الاعمال. 1 بدأ التفكير في نشر الاسلام في مصر هو الرسول صلى الله عليه وسلم. 2 أشار على الخليفة عمر بن الخطاب بفتح مصر هو سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. طيب السؤال اللي وراه حاكم الروم الذي عقد صلح الإسكندرية هو المقوقز اللي كان حاكم الروم في مصر. طيب 3 خلصت. 4 أول والي على مصر بعد الفتح الإسلامي هو سيدنا عمرو بن العاص. عمرو بن العاص، سيدنا عمرو بن العاص. 5 الخليفة أمر بإنشاء دار صناعة السفن هو معاوية ابن أبي سفيان. الخليفة مين؟ معاوية بن أبي سفيان. 6 خليفة أموي أمر أن تكون الكتابة على النسيج باللغة العربية هو الخليفة عبد الملك ابن مروان. الخليفة عبد الملك ابن إيه؟ ما دام قال لك لغة عربية يبقى عبد الملك ابن مروان.
طيب السؤال رقم 7. أعاد حفر القناة التي كانت تربط بين نهر النيل والبحر الأحمر هو عمرو بن العاص. هو عمرو بن الإيه؟ عمرو بن العاص. طيب رقم 8. قام بتعليم المصريين بعد الفتح الإسلامي ويعد من أشهر الصحابة. قام بتعليم المصريين بعد الفتح الإسلامي ويعد من أشهر الصحابة هو عبد الله ابن عمرو بن العاص. عبد الله بن مين؟ ابن عمرو ابن العاص. بيقول لك بنى أول جامع في مصر في مدينة الفسطاط هو مين؟ هو عمرو ابن العاص رضي الله عنه وأرضاه. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك اكتب ما تشير. صلح عقد بين عمرو بن العاص والمقوقس حاكم الروم هو صلح الاسكندريه اللي كانت مدته 11 شهر. صلح اسمه صلح الايه؟ الاسكندريه. 2. تم ترحيلها من مصر بعد الفتح الاسلامي على ان يؤمن جنودها على متاعهم واموالهم. ديت الحاميه الرومانيه. دي الحاميه الايه؟ الرومانيه، او ممكن تقول مكانها الجنود الرومان، او ممكن تقول معناها جيش الرومان. حلو. طيب السؤال اللي بعده رقم 3. فئة في مصر نص صلح الاسكندرية على أن تبقى في مدينة الاسكندرية هم فئة اليهود. فئة الايه؟ اليهود. السؤال اللي بعده 4. بيقول لك شكل من أشكال الاضطهاد تعرضت له مصر. أول ما تلمح كلمة شكل من أشكال الاضطهاد هتقول له الاضطهاد الديني. هتقول له الاضطهاد الايه؟ الديني. الاضطهاد الديني. شكل من اشكال الاضطهاد تعرضت لها مصر قبل الفتح الاسلامي. احنا قلنا الاضطهاد الديني. الاضطهاد الايه؟ الديني. طيب لو قال لك انشاها عمرو بن العاص تكون مقرا للوالي في مدينه الفسطاط هي دار الاماره اللي احنا لسه حليناها فوق. دار الايه؟ الاماره. طيب رقم 6. منصب كان يقوم الوالي بتعيينه واحيانا يتدخل الخليفه في اختياره هو منصب صاحب الشرطه. صاحب الايه؟ الشرطه اللي كان بيعمل العقوبات. طيب بيقول لك رقم 7. الفتره التاريخيه اللي تبدا بعد الفتح الاسلامي وتنتهي ببدايه تاسيس احمد بن طولون. دوت فتره اسمها عصر الولاة. عصر اسمه عصر الايه؟ الولاة. السؤال اللي بعده بيقول لك 8. احدى الوظائف الساميه في مصر التي تحاط بالهيبه وكان يقوم الخليفه بتعيينه هو القاضي. ما دام هيبه والخليفه هو اللي بيعين يبقى القاضي. قناه اعاد عمرو بن العاص حفرها. ديت قناه اسمها قناه خليج امير المؤمنين. قناه خليج امير الايه؟ المؤمنين. طيب عاصمة مصر بعد الفتح الإسلامي التي أسسها عمرو بن العاص. عاصمة مصر بعد الفتح الإسلامي التي أسسها عمرو بن العاص كانت مدينة الفسطاط. طيب أنت عندك مدينة الفسطاط دي فين يا مستر أحمد؟ مدينة الفسطاط ديت اللي أسسها عمرو بن العاص وكانت عاصمة ليه. طيب بالنسبة لمدينة العسكر ثانية كده عشان احنا حليناها فوق تقريبا ايه؟ اتغفلنا فيها يا صاحبي. مدينة العسكر اهي. مدينة العسكر مش هتبقى دولة أموية. مدينة العسكر كانت في العصر الإيه؟ أقول لك أنا بقى تعالى كده بينا. مدينة العسكر كانت في العصر العباسي. كانت في العصر الإيه؟ العباسي. لكن لو قال لك مدينة الفسطاط تبقى إيه؟ تبقى دولة على طول عصر الخلفاء الراشدين. ننزل للسؤال اللي احنا لسه حلينه. طيب السؤال الأخير بيقول لك لمن تنسب الأعمال الآتية. بدأ في التفكير في نشر الإسلام بمصر هو الرسول صلى الله عليه وسلم. بيقول لك أشار على الخليفة عمر بن الخطاب بفتح مصر. لو قال لك أشار على الخليفة عمر بن الخطاب بفتح مصر هتقول له هو عمرو بن العاص. سيدنا مين؟ عمرو ابن العاص. طيب احنا حلينا السؤالين اللي فوق دول. تعالى بقى نقف تاني مطرح ما جينا اهو. عاصمة مصر قبل الفتح الإسلامي هي الاسكندريه. خش اديها حل على طول. ما توقفش اي حاجه حل يابا. خش اي حاجه تيجي قصادك حلها بقى. ما تفضلش تفكر. ما تحطش كده. حل على طول. مدينه شيدها الامويين في مصر. ما دام مدينه شيدها الامويين في مصر تبقى مدينه ايه يا صديقي؟ يا ترى الامويين عملوا مدينه ايه في مصر؟ تعرف تجاوبني عليها؟ 1 2 3 يا صديقي تقدر تقول لي ايه هي المدينه اللي شيدها الامويين في مصر؟ عقبال ما اشرب بق الميه ده واجي لك. يا صاحبي الحمد لله شكر لله. يا صديقي عرفت ايه هي المدينه اللي شيدها الامويين في مصر؟ فكر. الفسطاط كانت بتاعت مين؟ كانت بتاعت عمرو بن العاص. لكن الامويين
لو ركزت كده هتلاقي في واحد اموي، ركز معايا قوي في الاسم اللي هقوله لك دوت، كان اسمه الخليفه عمر ابن عبد العزيز. الخليفه عمر بن عبد العزيز بنى مدينه في مصر، تمام، كان اسمها حلوان. مدينه اسمها ايه؟ حلوان. على حد علمي يعني انه كان تقريبا مريض بمرض في جلده اسمه البهاء، فكان بيروح يستجم هناك يا عيني الخليفه الاموي فين؟ في مدينه حلوان، علشان كان فيها عيون كبريتيه كده كان بيغطس فيها بيقدر يشفي الامراض اللي في جسمه. السؤال هنا بقى خريطه، بيقول لك او من غير ما ابص للخريطه، من غير ما تبص لها، اول المدن المصريه اللي فتحها المسلمين هي مدينه ايه؟ مدينه العريش، وانت مغمض اهي مدينه العريش. بيقول لك تاني المدن المصريه اللي فتحها المسلمين هي مدينه الفرما. طيب 3 احد الحصون المصريه وانت مغمض، حصن ايه؟ حصن بابليون، مفيش غيره اصلا اللي عليك في المنهج، حصن بابليون. بيقول لك رقم 4 استطاع الفتح الاسلامي الوصول لفتح مدينه ايه غربا؟ مدينه الاسكندريه. اهو مدينه مين؟ الاسكندريه ديت غربا. رقم 5 صواب او خطا، وصل الفتح الاسلامي الى جنوب مصر؟ طبعا صواب، صح. حلو. السؤال اللي بعده صنف مدن مصر. احنا قلنا حلوان اللي بناها هو الدولة الأموية. طيب مدينة العسكر ده في العصر العباسي. مدينة الجيزة ومدينة الفسطاط اللي بناهم هو مين؟ هو عمرو بن العاص. يبقى العصر الايه؟ عصر الخلفاء الراشدين. عصر الخلفاء الايه؟ الراشدين. طيب بما تفسر اكتفى المسلمون بشغل بعض المناصب السياسية في مصر خلال عصر الولاة؟ ليه؟ لإدارتها. هو ليه يا مستر أحمد المسلمون كانوا شغالين بعض المناصب السياسية خلال عصرها؟ هتقول لك لسهولة إدارتها، لسهولة إدارتها أو الإشراف عليها، أو الإشراف على الدولة، للإشراف على الدولة، عشان كده كانوا ماسكين بعض المناصب. قيام المسلمين بتعيين ولاة على مصر بعد فتحها، ليه كانوا بيعينوا ولاة على مصر؟ نفس إجابة اللي فوق تقريبا، لسهولة إدارتها. أنا هعين والي على مصر عشان يعرف يدير لي إيه؟ مصر كويس. طيب 3 تعيين الولاة بمصر من الفرس والروم في العصر العباسي. ليه كانوا بيعينوا الولاة في مصر من الفرس والروم في العصر العباسي الثاني؟ لأنها كانت فترة ضعف. فترة إيه؟ ضعف. كان العصر العباسي فترة ضعيفة، مش عارف يسيطر، خايف يعين عرب يا عيني للعرب يستقلوا بدولة مصر بعيد عنه، فكان دايما فترة الضعف دي بيخليه يعينوا فرس وايه؟ وروم لفترات قصيرة. أهمية منصب صاحب الشرطة، صاحب الشرطة كان بيعمل ايه؟ كان بيحفظ الأمن والأمان، كان بيحفظ الامن والامان، زائد كمان تطبيق العقوبات، بيطبق الايه؟ بيطبق العقوبات. طيب السؤال اللي بعده رقم 5 بيقول لك استخدم الخليفه معاويه بن ابي سفيان خبراء الصناعه من مصر الى بلاد الشام ليه؟ لتطوير الصناعه. بص، لتطوير الصناعه، عشان يطور الايه يا صديقي؟ علشان يطور الصناعه هناك وتزويرها. هنا بيقول لك ازدهار التجاره في مصر. ليه ازدهرت التجاره في مصر؟ بص يا صاحبي، هو مثلث عشان تبقى انت فاهمه. لو لقيت الزراعه كويسه تبقى الصناعه كويسه، تبقى التجاره كويس. هنا بيقول لك ليه التجاره كويسه؟ لان ازدهار الزراعه والصناعه. الزراعه كانت مزدهره والصناعه نفس الكلام. رقم 7 بيقول لك اختيار الفسطاط عاصمة لمصر بدلا من الاسكندرية. بص، ليه اختيار الفسطاط عاصمة لمصر بدلا من الاسكندرية بعد الفتح الاسلامي؟ ليه اختاروا الفسطاط؟ علشان لموقعها المتميز. بص، لموقعها المتميز. لموقعها المتميز. هم ليه يا مستر احمد اختاروا الفسطاط عاصمة لمصر بدلا من الاسكندرية؟ لموقعها المتميز، لان الاسكندرية كانت بتتميز انها متطرفة للغرب، بعيدة جدا في الغرب. انت فاهم الفكرة في ايه؟ كانت بعيدة في الغرب، فكان موقعها الجغرافي بالنسبة ليها موقع ضعيف. طب السؤال العاشر بيقول لك ما النتائج المترتبة على عقد عمرو بن العاص صلح الاسكندرية؟ ليه عمرو بن العاص عمل صلح الاسكندرية؟ عمل معاهم صلح الاسكندرية علشان يقدر يضمن ان ما يحصلش هجوم تاني من الرومان ليهم. وكان شروط الصلح ايه؟ كان هدنة لمدة 11 شهر، كان بقاء اليهود في مصر،
كان هيأمنهم على فلوسهم وعلى أموالهم وكنائسهم. طيب السؤال بيقول لك ما النتائج المترتبة على عقد عمرو بن العاص صلح الإسكندرية؟ إيه اللي حصل؟ تحولت مصر إلى ولاية إسلامية. هنا بيقول لك ما النتائج المترتبة على الفتح الإسلامي لمصر؟ نفس الكلام برضو. لو قال لك إيه الفتح الإسلامي، إيه النتيجة المترتبة عليه؟ أصبحت مصر ولاية إسلامية. وهنا في السؤال الأول ممكن تزود عليها حتة، يقول لك إيه؟ عدم عودة الروم للهجوم مرة أخرى. السؤال الأخير بيقول لك التجارة تقريبا، ما النتائج المترتبة على الزراعة والصناعة في مصر بعد الفتح الإسلامي؟ لما حصل إن ازدهرت الزراعة والصناعة ادى الى ازدهار الايه؟ التجاره. تمام؟ يا رب تكونوا استفدتوا. ديت اجابات تقريبا كتاب الاضواء كلها، لسه فاكر بيها نفسر، هنشرحها في الفيديو الجاي عشان السبوره باظت مننا. يا رب تكونوا بخير وفي سعاده دايما يا رب. انتظروا الفيديو الثاني اللي جاي على القناه، اعملوا اشتراك، تابعوا، دوسوا لايك، دوسوا كومنتاتك، دوسوا حركاتك، تريكاتك، وما تنساش تنضم للقناه بتاعتنا اللي هتلاقي اللينك بتاعها في تعليقات الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.